انت سامع بعبد الكريم قاسم. اليوم قصتنا عن عبد الكريم قاسم. ولد عبد الكريم قاسم ب 21 ديسمبر عام 1914 من عائلة فقيرة تسكن ببغداد من أب سني وأم شيعية. عمل مدرسا في عام واحد في قرى العراق، فزاده وعيا بالفقر والألم لما يكابده الفقراء. ترك مهنة التعليم ودخل قاسم المدرسة العسكرية الملكية ليتخرج منها ملازم ثم يغدو حتى يصبح عميدا. في عام 1956 لفت تنظيم ضباط الأحرار الذي كان يخطط للانقلاب على الحكم، بينما كان يقود مجموعة سرية أخرى تسمى تنظيم المنصورية رفقة صديقه عبد السلام عارف. اندمج التنظيمين وانطلق التدبير الانقلاب في 14 يوليو عام 1958، حين قاد عارف فوجه من الجيش السيطرة على المراكز الحيوية للدولة والإذاعة التي أعلن عبر أثيرها بيان نظام نهاية الملكي وقيام الجمهورية العراقية. أحكم التنظيم قبضته على البلاد، وعين عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة، وعبد السلام عارف وزيرا للداخلية ونائبا لقاسم. أطلق خلالها نظام الإصلاح الزراعي الذي حرر الفلاحين من سطوة الإقطاعيين، وسن قانون من أين لك هذا للتصدي للفاسدين. في تلك الأثناء دب خلاف بين قاسم ورفيق دربه عارف. اتجه الخلاف على قضية وحدة مع مصر التي كان يرفضها قاسم، دفع إليها عبد السلام عارف. عزل قاسم عارف من منصبه، ثم اتهمه بتدبير محاولة اغتياله وحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. تنامى عدد المعارضين لقاسم في الداخل والخارج. في 8 في فبراير عام 1963 قاد عبد السلام عارف انقلابا من معية البعثيين وبعض أفواج الجيش. طالبوا أهل بغداد قاسم لتسليحهم لمواجهة عارف. والله حق عبد الكريم قاسم يقتل عارف على هذا الانقلاب السواه، حقه. المهم نكمل قصتنا. لكنه رفض وسلم نفسه لقوات الجيش المنقلبة. أعدم قاسم في اليوم الموالي رميا بالرصاص. بث التلفزيون الرسمي صور للإعدام. عبد الكريم قاسم رفض أن يعطي السلاح لأهل بغداد على مود لا تصير مواجهة بينهم وبين البعثية وتصير سفك دم. لهذا السبب رفض عبد الكريم قاسم، الله يرحمه، ألف رحمة على روحك الطاهرة. والله العظيم أنا سامع بين يقولون عبد الكريم قاسم ما عنده بيت ولا عنده قاع ولا عنده أراضي. يقول أنا سامع هيك، يقول ياخذ الأوامر من المرجعية العليا، من المراجع ياخذ الأوامر، مو كيف يتصرف. ألف رحمة على روحك. ها روح سأل أجدادكم، خوش لو مو خوش حاكم. هاي القصة من قناة عالمية ومعروفة، ناشيونال جيوغرافيك. هاي هي ناشيونال جيوغرافيك ناشرة قصة عن عبد الكريم قاسم، سمعوها روح بحثوا وتلقوها.